فيفا بتغامر بأعز ما تملك. تقريبا كلنا فاكرين نسخة 2022 في قطر والتنظيم المبهر اللي كان في النسخة، لكن تعدي 4 سنين ونوصل لنسخة 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. وهنا الوضع اتغير خالص، لأن اللي بيحصل في البطولة المرة دي مش سوء تنظيم ولا أخطاء إدارية، لا احنا بنتكلم عن منظومة معمولة علشان تعصر اللعبة وتطلع منها دولارات لآخر فترة. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وليه أمريكا بتتعامل مع المنتخبات على إنهم مجرمين؟ وهل حلم المشجع العادي إن هو يحضر مباريات ده بقى شبه مستحيل ولا لأ؟ اللي هنعرفه النهاردة. أنا أسر إسماعيل وده برنامج ذا شامبيونز ليست. يا ريت ما ننساش اللايك والفولو على جميع المنصات. بصينا على حفل الافتتاح المنتظر هنلاقي إن الجواب بيبان من عنوانه. الحفل كان أقل جدا من إن إحنا نقول عليه إن هو وحش جدا. ده بدل ما نشوف افتتاح كويس بيعكس ثقافات الدول المستضيفة، مش بحفلات مدارس ولا افتتاح محل كشري على أول الشارع. وفي نفس الوقت العبث ده كان في مظاهرات في المكسيك، ودي أنا مش هدخلكوا فيها. مش ده افتتاح أكبر بطولة كروية في العالم، بس أنا عايز أقول لكم إن حتى ماتش الافتتاح كان عنيف جدا، خرجت فيه 3 بطاقات حمراء. النسخة اللي فاتت كانوا 4 بطاقات حمراء في البطولة كلها، أنتوا متخيلين؟ بس أنت لو سألت أي مشجع حقيقي إيه اللي بيميز كأس العالم، هيقولك ان دي بطولة بتجمع كل البشر، ان دي بطولة الصعود ليها حلم اي منتخب، ان اللي بيصعدوا دول هم 32 منتخب بس، لكن فيفا بقى قالت ان اللي هيصعدوا هم 48 منتخب بس، عشان المنتخبات الصغيرة تحقق حلمها وتصعد. بس انت لو رحت من ناحية الماديات هتلاقي ان زيادة 16 منتخب معناه ان في 40 ماتش زيادة يتلعبوا، والماتش الزيادة هيجيب فلوس اكتر بسبب حقوق البث والرعاة الاعلانات تذاكر كده يعني. والارباح متوقع انها تزيد من 7 مليار 600 مليون دولار ل 13 مليار دولار. عن القصة بقت بيزنس، وبسبب الحركة دي جودة البطولة راحت وهنشوف نتائج كارثية زي ماتش ألمانيا وكوراساو، وبرضه ماتش كندا وقطر والسويد وتونس. يعني البطولة الحقيقية هتبدأ من دور ال16. لو رجعنا نسخة قطر هنلاقي إن الملاعب كانت قريبة جدا من بعض، أبعد مسافة كانت 75 كيلومتر وأساسا كان ممكن يتاخدوا عادي بالمترو، وده بسبب إن قطر من أصغر دول الوطن العربي. لكن بقى السنة دي البطولة تتلعب على قارة بحالها، القارة دي فيها دولتين من أكبر دول العالم زي كندا وأمريكا. في منتخبات تحتاج إنها تروح من 9 ل 10,000 كيلومتر علشان تلعب ماتش واحد، والوضع ده هيكون وصفة سحرية للإصابات من كل شكل ولون، مع طبعا ارتفاع درجات الحرارة. وبرضه في نجوم كبار اشتكوا من الحمل ده، وبرضه في ضرر على المشجع اللي بيحاول يحوش فلوس عشان يحضر مباريات المنتخب نفسه في ورطة حقيقية بجد. السفر من أمريكا لكندا للمكسيك مع ارتفاع أسعار الطيران الداخلي والفنادق، وده خلى متابعة منتخب واحد هتوصل من 5000 ل 8000 دولار، ممكن تكتر أكتر من كده بكتير. وبرضه من الحاجات الغريبة في النسخة دي هي الحرص على وقت الماتش، زي مثلا إن هم حطوا قانون جديد بيلزم اللاعب المستبدل إن هو ينزل في 10 ثواني بس، لو اتأخر الفرقة تلعب ناقص واحد. وعشان يسرعوا رتم الماتش حكم لو حس إن في تباطؤ في رمية التماس أو ركلة المرمى بيبدأ الإعادة التنازلي بإيده 5 ثواني بس، لو الوقت انتهى والكرة ما نزلتش رمية التماس تتلعب للمنافس وضربة المرمى تبقى ركنية. والقانون الأغرب إن أي لاعب لو وقع واحتاج إنه يتعالج والطاقم الطبي ينزل له الملعب يخرج وما ينزلش لما تعدي دقيقة واحدة، وده هدفه تجاري جدا. لأن بعد القوانين دي الفيفا فرضت فترات شرب المية اللي هي الهيدريشن بريكس، ودي فترة توقف إجبارية 3 دقايق كل شوط. بس الغريب جدا في الموضوع ان الفترة دي هتتعمل حتى لو الملعب مقفول ومكيف ودرجة الحرارة واطية جدا، والموضوع ده كله عبارة عن استراحة إعلانية جديدة. وأمريكا بلد الرأسمالية، فال6 دقايق دول مساحة ذهبية عشان القنوات المنقذة، ده لدرجة إن شبكة فوكس في ماتش الافتتاح قطعت البث ورجعت متأخرة علشان الإعلانات. لو فاكرين ان كل اللي فات ده هو اللي بوظ النسخه فخدوا دي كمان. الفيفا حاطت نظام لاول مره هو نظام التسعير الديناميكي، وهو نظام شبه اللي بتعمله شركات الطيران، وده بيخلي سعر التذكره ملوش سقف. يعني مثلا الماتش اللي عليه طلب كبير السعر هيزيد، يعني لو تذكره ب 150 دولار هتوصل لالاف الدولارات. طبعا شفنا تذاكر الماتش النهائي في السوق وصلت من 17,000 دولار ل 50,000 دولار، ولسه هتزيد كمان. أرخص فئة تذاكر النهائي كانت ب 2030 دولار، ده حتى تذكرة الدرجة الرابعة في أمريكا أغلى من الدرجة الأولى في قطر. ده حتى الأسعار اللي كانت خارجة من الفيفا كانت غريبة، واللي كانت ب 1607 دولار. المشكلة مش في التذاكر بس، احنا لسه قايلين إن المشجع محتاج طيران داخلي من عشان يروح من ملعب لملعب، والفنادق ضاعفت الأسعار 5 و6 مرات. فالفيفا بالنظام ده حولت اللعبة لترفيه للأغنياء والمشاهير، واللي راح هناك عارف إن الدنيا صغيرة جدا لو أنت معاك تروح. بس في سؤال هنا، لو أنت معاك الميزانية دي كلها تعرف تروح؟ للأسف لأ.
لأن ترامب وسع قائمة حظر الدول من 19 ل 39 دولة، ومن ضمن الدول دي منتخبات مشاركة في كأس العالم زي السنغال وكوتيفوار وهيتي. فالمنتخب من حقه يدخل، لكن جمهور المنتخب ما ينفعش. مثلا بعثة جنوب أفريقيا اتأخرت يوم كامل لأن عدد كبير من البعثة معرفوش ياخدوا جوازات السفر بتاعتهم، زي مساعد المدرب وطبيب الفريق ومحلل الأداء ورئيس الأمن. بسبب سياسة التدقيق الصارم ديت، آلاف المشجعين الفيز بتاعتهم اترفضت وخسروا كتير جدا لأنهم معرفوش يرجعوا حق كل اللي دفعوه. وكل جمله اللي حصل مع الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان ده حاجة تانية خالص. ده الراجل فاز بجائزة أفضل حكم في أفريقيا عام 2025. والفيفا والكاف اختاروه علشان ماتشات المونديال، والصومال فعلا طلعت له جواز سفر لأمريكا. بس بعد كل ده لما وصل مطار ميامي يوم 6 يونيو 2026 الأمن مسكه وسحب منه كل حاجته وحققوا معاه 11 ساعة. في الآخر رفضوه بحاجة التخوفات الأمنية، والفيفا اللي المفروض تحميه قالت احنا مالناش دعوة. بس المضحك في الموضوع ان يوم 11 يونيو 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختاره علشان يدير ماتش نهائي السوبر الأوروبي. لو فاكرين بقى ان كل اللي فات ده كان هو سبب، فانتوا غلطانين. اللي دخل امريكا كويس كان مستنيه حاجه غريبه جدا، وهي الاهانه. مثلا منتخب السنغال انتشرت لهم لقطات وهم الامن بيقلعهم الجزم وبيفتشوهم تفتيش ذاتي بطريقه مبالغ فيها، رغم ان السنغال طلعت بيان وقالوا انهم عملوا كده عشان يسرعوا الاجراءات. الا ان الشكل ده خلى ناس كتير غضبانه. مستفز اكتر من ده اللي حصل مع منتخب اوزبكستان، وهو ان يوم 7 يونيو في نيويورك قبل ماتشهم الودي مع هولندا الامن نزل اللاعبين من الاتوبيس، فتش شنطهم بالكلاب البوليسيه واجهزه الكشف عن المعادن. ليه يا عم انت هم مهربين مخدرات؟ طبعا المدرب قبل كرافارو قال ان ده اجراء روتين عشان ما يعطوش من صالات المطار. لكن الصحافه بتسال هل ده مع كل المنتخبات ولا منتخبات معينه؟ والهبل ده ما وقفش هنا بس، وصلت ان اللاعب العراقي ايمن حسين وده اللي جاب هدف الصعود اول ما حط رجله على امريكا قبض عليه واتحقق معاه 7 ساعات عشان تشابه الاسماء. والمصور الرسمي للمنتخب العراقي احتجزوه 10 ساعات ورفضوا انه يدخل من غير اي سبب ورجعوه على العراق. طب طالما انتم مش عايزين حد يدخل بتستضيفوها ليه؟ اخر واهم حاجه بقى هي الملاعب. لكن السنه دي بقى مفيش حاجه اسمها كده. التقارير بتقول إن الملاعب معظمها هناك مبنية على أرض خرسانية مفروش عليها نجيل طبيعي مؤقت فوق طبقات من الرمل والصرف علشان تلبي طلبات الفيفا. بس اللاعبين اشتكوا إن الأرض صلبة، نجيل بيتفرش ويتقطع بسهولة، وطبعا دي البيئة المطلوبة للإصابات اللي ممكن تنهي أي مسيرة لاعب. ده مش على الملاعب الرسمية بس، ده حتى الملاعب التدريب كانت كارثة. منتخب اليابان لما نزلوا الملعب المخصص ليهم للتدريب لقوه مش متساوي ومليان طينة وأوساخ وحفر وحاجة آخر قرف. واليابان غيرت مقرر التدريب بتاعها مرتين في المكسيك قبل ما تروح أمريكا. ده حتى يا مؤمن مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل اشتكى وقال إن أرضية الملعب بتاع التدريب والملعب بتاع الماتش الودي اللي اتلعب في فلوريدا أسوأ أرضية ملعب لعبوا عليها. ده غير إن هما لما وصلوا المقر بتاعهم كل الكور وجزم ومعدات التدريب اتسرقت. صورة قبضت على 2 فعلا من اللي عملوا كده، ور- ورجعوا معظم الحاجات اللي اتسرقت. بس الموضوع كان فضيحة لأمريكا. اللي ضحك بقى هو إن منتخب سويسرا لما وصل المعسكر التدريبي اتفاجئوا بوجود تحذيرات إن في تعابين سامة حوالين الملعب. ده غير بقى مشاكل تانية زي الطقس. في مدن بتتلعب فيها ماتشات درجة الحرارة والرطوبة فيها عالية جدا، وبتتلعب بالنهار كمان، ولسه بقى المهازل شغالة. صح، لو في مهازل تانية حصلت وأنا لسه قايلها لكم اكتبوا لي في التعليقات. وبس كده الحلقة خلصت. لو عجبتك اعمل لايك وفولو، وبما انك وصلت هنا قول لي ايه رأيك في الحلقة تحت في التعليقات، ويا ريت تعمل اشتراك في قناة اليوتيوب وفولو على كل المنصات اللي قدامكم. باي باي.